شكرا زميلي هشام. اذا اصدقائي المشاهدين استعيد الكلمه والصوره. انا من استاد رادس الملعب الاولمبي في اطار دوري ابطال افريقيا. الرهان هو الوصول للقب الغالي الاميره السمراء شامبيونز ليج. الاطار والكادر التاريخي اللعب في اليابان من اجل بطاقه موندياليه مع الكبار الاف سي برشلونه بالساحر ميسي، مع السانتوس بالساحر الجديد نيمار، وايضا ببقيه الرفاق. السد القطري اول العرب منتظرنا هناك بانتظار شقيقه الثاني هو الفريق المكسيكي مونتيري بطل الكونكاكاف، والاوكلاند سيتي بطل نيوزيلندا. في انتظار كذا ديسمبر نتعرفوا على بطل اليابان المشارك في الدورة. اللي يهمنا مباراة رادس، واللي يعيننا انه الترجي يمشي الى الشامبيونز، من الشامبيونز الى العالمية للمرة الاولى في تاريخ فريق ال 49 بطولة. ياسين بونو المساسي العمراني ورابح فتاح بالرابح الرامي لكحل اجدو انداما. هذه هي تشكيلة الوداد في غياب اسم 11 اللي هو مراد لمسن بسبب الاقصاء. الترجي كامل بالشريفية افول شمام بنانا هجري قربي تراوي بوعزي مساكني دراجي انيانج، والحكم هو من الكوت ديفوار الحكم نومان دياز. الشوط الثاني ينطلق في هذه اللحظات. قبل بداية الشوط الثاني كان هناك حوار يعني منفرد بين معلول والدراجي. بالفعل اعتقد ان الدراجي في الشوط الثاني ستكون له كلمة السر في كتابة السيناريو النهائي لمشروع الترجي بطل القارة السمراء. مباراة ما زالت صعبة، ان شاء الله الاولاد ما يخرجوش من اذهانهم ذهنيا ان قريبة واحد بلاش وتلعب 11 ضد 10، ان شاء الله ما يتاثروش. يلزم ينسى النقص العددي والتفوق. يمشي بوعزي خطيرة، يعني كنيانج ترجع الكرة من الفريق الودادي. واضح جدا في راي الترجي باش يحاول يضغط، باش يحاول يخلص المعركة في الربع ساعة 20 دقيقة الأولى من الشوط الثاني باش يرتاح، لأنه عكس ذلك سيبقى الماتش ريسك وسيبقى يعني الوداد في البطولة وينتظر أي مفاجأة في الدقائق الحاسمة. لذلك الترجي الرياضي السلاح واضح، الحساب أوضح، يلزم يخلص في بداية الشوط الثاني. نذكر أن اللقاء تحضر كل فعاليات المجتمع السياسي في تونس، كل الأحزاب ممثلة في هذه المباراة. أيضا نتحدث هنا عن إمكانية قدوم الوزير الأول السيد باجي قايد السبسي. الكل هنا موجودين، الكل متكاتفين بعد إنجاح المشروع السياسي. كل تونس تقف وراء مشروعها الرياضي الدوبلي الافريقي السيا والترجي الاسبيرانس. ترجع الكره مره ثانيه بنانا ما عجبنيش في الشوط الاول اليوم، اول مره اشوفه مرتبك. خفت من الجمهور ولا فما يا بنانا تفكر في بارما؟ حذاري ان تفكر قبل الخواتيم. ويمشي ياني كنيانج يدخل ياني كنيانج، وهنا خطا ممكن ورقه صفراء على الوداد سيلعب تحت الضغط العاصمي للترجي التونسي. هنا اسوار العاصمه، هنا اسوار باب سويقه، وهنا الورقه الصفراء على عبد الرحمن المساسي. لحد الان الحكم يقولوا في الكره كوريكت، الحكم الايفواري نومان دياز. هنا الانطلاق، الضغط البدني، الثقل البدني، البوتنسيال بتاع الترجي التونسي في الشوط الثاني لازم يتوظف لخدمه المجموعه. فما مساحات اذا يتقدم الوداد ويلعب منقوص عدديا باش يخلي مساحات، ثم تكتيكيا كيف سيتعامل دوكاستيل مع النقص العددي، كيف سيخرج الرامي وسط الميدان ويدخل المهاجم الثاني على حساب ممكن التغطيه الدفاعيه. حقيقه يوم تاريخي ينتظرنا، فلا تفرطوا في كتابه التاريخ. المحظوظون فقط من يكتب التاريخ يا هيشري. ياما مرت ايام وشيال اسماء كبيره في الترجي ما حلمتش بالشامبيونز ليج، من طارق المعلول البن يحيى الكبارات السبعينات ما حقوش كاس الابطال في افريقيا. والكره للترجي الرياضي، الكرات الثابته ما زلت اؤمن بها كسلاح للمرور الثاني في مرمى ياسين بونو. هل اكون صادق في الحدث؟ هل اكون موفق في الثنايا ام ان اليوم لا؟ تمشي كرة للترجي وتلعب الكرة، ترجم الدفاعات الودادية. الترجي يضغط، ترجم الهجري، حذاري من المرتدات الودادية. ترجع كرة من مجدي التراوي، يمشي مجدي التراوي قلب الاسد، يلعب الكرة القرب الرئة الثالثة في فريق الترجي الرياضي. تتهيأ كرة وسط الميدان والتغطية ممتازة. وليد الهجري تمشي كرة، يانيك يضغط، نيانج الكامروني ممتاز، ثقل بدنيا على الدفاع الودادي ممتاز. يانيك والكرة ترجع عن طريق 14 رامي، ياسين الرامي، لكن يانيك ممتاز. ترجع الكرة مرة ثانية، كرة لوداد الأمة، ترجع الكرة للوداد الرياضي. يمشي الرامي شفته ولا باك رايت. الفريق الودادي يصبح يلعب 4-4-1.
اوندما وحده اون بوانت راس حربه، 4 وسط الميدان، سعيد فتاح، محمد بن رابح، ياسين لكحل، اجدو على الاروقه، لكحل واجدو، ثم الرامي يولي باك رايت بديل اللمسن، المساسي على اليسار ومحوريين العمراني ورابح. هذا هو الاختيار التكتيكي وهذا ما جناه اقصاء مراد لمسن على كتيبه دوكاستيل. ترجع كره وداديه، كره بيضاويه عن طريق بالرابح محمد يحط الكره لفتاح، فتاح يطلع بالكره فريق الواك الوداد عن طريق يوسف رابح وترجع الكره للرامي، حذاري من هذه الهجمه، الرامي ياسين الرامي، والكره تبقى لفريق الوداد. خطا يصفر الحكم نومان دياز للوداد الرياضي. 5 دقائق لعب في الشوط الثاني والنتيجه 1-0، مرهونه في هدف. هنا الوداد يغذي اماله واحلامه بهدف يساوي لقب، والترجي التونسي يعرف انه في 2-0 خلاص كتبت له الامجاد وفتحت له الابواب وسجل في التاريخ كابرز الانجازات. ترجع الكره للفريق الودادي، الترجي موجود دفاعيا والكره تمشي للمساكني، يضغط على اللاعب الرامي ياسين الرامي. الوقت يمر، الوقت الثاني في الشوط الثاني باش تعدى اسرع، والضغط من يانيك نيانغ، اجري يا كامروني. كرة ترجع للوداد الرياضي عن طريق ياسين بونو، لم يختبر كثيرا الحارس الودادي، لكن الهدف يعني صعب عليه الحقيقه، لا يحمل مسؤوليته الحارس بونو. ممكن حتى لو كان يغري كانت كرة تدخل، لانه فنيا لعبها بشكل ممتاز اللاعب المميز الغاني بلاك ستارز، اللاعب هاري الصنافول. ترجع الكرة للوداد الرياضي وسط الميدان، كرة اوندما من غير خطا، 6-2، مش ممكن تعمل فوت الان. التراوي ابو القربي، ترجع الكرة عن طريق ياسين لكحل يحط كرة فابريس والكرة ترجع للترجي الرياضي على خط لفابريس اوندما. خطا الحقيقة ما كانش واضح برشا، حذاري ان الوداد يقرب لمرمى بن شريفية، وحذاري ان الوداد يلعب على هذه الكرات الثابتة العرضية. كرة مقابلة تقريبا 35 متر مقابل الحارس بن شريفية. الترجي يلزم يضغط قدام، يلزم يحاول يوظف التفوق البدني اللي ظهر جليا في الشوط الثاني من مباراة كازابلانكا لصالحه في مباراة الليلة هنا في سهرة رادس. 7 دقائق لعب في الشوط الثاني، الترجي 1 الوداد 0 عن طريق هاري سونافول. ذكر لكل من تحقيقنا الآن أن الترجي سجل هدف في الدقيقة 23 عن طريق هاري سونافول لاعب الغاني، وأن الوداد في أواخر الشوط الأول خرج اللاعب مراد لمسن الباك رايت بورقه حمراء مباشره لتعدي على الكاميروني. كره خطيره جدا ملعوبه للفريق الودادي، حذاري وكره صعبه تخرج من قلب المرمى، حذاري اخطر كره للواك، الواك خطير والترجي بمرتده اخطر، يهرب بوعزي مش ممكن، وجدي بوعزي يضيع كره مش معقوله من وجدي بوعزي، فرصه كبيره هنا تسلل الوداد لكن مش مقبول هذه الرعونه في الكره الاخيره. وجدي بوعزي يهدر كره بامكان فيها الترجي قتل المباراه. هذه الكره الاخيره هنا الباس غلط، الباس سيء جدا، وهنا يظل يانيك نيانغ ما كانش متقدم كما كان يتصور اللاينمان، يعني على الاقل مش بهذا الوضوح او بهذا السيناريو الفاضح. الان كره خطيره جدا للوداد، هذه الكره ممكن تفيق الترجي، يلزم يتفتن الترجي. الوداد لم يمت، الوداد لم يخسر بعد. هنا الكره متاع جدو، وركز يا بن شريفيه. الترجي قد نرى السيناريو الشوط الثاني انه سيستدرج الواك ويلعب على المرتدات. ترجع الكره للترجي الرياضي عن طريق التراوي، لمساسي، عبد الرحمن لمساسي يحط كره اجدو للفريق الودادي، والتماس بتدخل شمام. شفنا التعليمات بتاع المدرب افول، ما طلع تقريبا الا مره ولا اثنين، ومنها طلعت الهدف الغالي في الشوط الاول، والشمام تقريبا ما شفناش في الحاله الهجوميه في المسانده لاتاك الترجي. تعليمات كوتش، نعرفوا المساحات اللي مش ممكن تترك لثنائي المحور الجناب بتاع الوداد، والتسديده هنا وكره برا. الثنائي الجناب بتاع الوداد اللي عندهم امكانيات فنيه كبيره، اللي هو على اليمين يلعب ياسين لكحل، وعلى اليسار يلعب لاعب الفارس سابقا احمد اجدو. الجمهور يغني ويقول الترجي نبغيها وعمره ما ينساها، الترجي الكاس يتمناها. ترجع الكرة للترجي التونسي، كما انت السريع يا وقت رادس، كما انت السريع ايها الزمن، كما انت السريع ايها الوقت. الترجي يلعب لصالح الوقت، لكن لابد ان لا يتسرى ويحسم المباراة بالثاني.
والرامي يخسر كرة. الترجي وقف مليح وسط الميدان. ترجع كرة خبرة التراوي، يمشي مجدي اللاروما عن طريق اللاعب المساكني. المساكني يخسر كرة، المساكني يخسر كرة وترجع الكرة. دراجي يضغط بعيد عن المساكني، مش ممكن. الوداد يتقدم لاتاك والكرة ترجع كما جات بالشمال. كرة ترجع الترجي، رجع للخلف بشكل مبكر في رايي، بشكل مبكر. الوداد يضغط على معسكر الترجي وهذا كان متوقع. الترجي اكيد معلول اختار الكونتر اتاك، يستنى ويلعب على المرتده باستثمار المساحات والنقص العددي للمنافس وايضا سرعه مهاجميه. دراجي مساكني بوعزي ياسين لكحل في بدايه اصابه شال لاباس، والكره ترجع بالهيشري. وين يا وليد؟ الهيشري مره اخرى، والكره ترجع للترجي في وسط الميدان. تتهيأ عاصميه للقربي، يقترب القلب النابض لوسط الميدان. روعه يا قربي، والكره ترجع. برشا كره غالطه، برشا كره غالطه، برشا كره غالطه. كبرافو بنانا والدراجي يعدي باس، والكره تمشي في الباس اليمين عن طريق هاريسون افول، وافول يخرج كره لانه في لاعب ودادي مصاب. مباراة الحقيقة على قيمتها وعلى رهانها دارت في كنف الروح الرياضية بعد 55 دقيقة. حقيقة هذا يشكر عليه الفريقين، سالوا مأمورية طاقم التحكيم الإيفواري، سالوا الأجواء والمناخ الإيجابي اللي يسود المباراة هنا في مدرجات رادس. وإن شاء الله المباراة تكتمل في صورة زاهية تشرف الكرة المغربية، فهي الفائزة الأكبر بهذا اللقب وهي العائدة ككرة عربية على منصات التتويج في أغلى المسابقات. دوري أبطال أفريقيا بعد غياب 3 سنين بعد سيطرة الكونغو لمازيمبي. يطلب تغيير أو لا سنرى. هنا إصابة للسعيد فتاح، والكرة الأخيرة والحوار الذي بدأ في البيضاء يتواصل هنا في رادس بين القربي وبين سعيد فتاح اكس الرجاء. 12 دقيقة لعب في الشوط الثاني. الترجي على فكرة الوداد البيضاوي هو الوحيد من الكبار محليا وقاريا اللي ما كسبوش ترجي معلول. 2-2 في كازابلانكا، 0-0 في البيضاء في المجموعات، ثم 0-0 في الفاينل. ترجع كرة طويلة، ترجع للترجي عن طريق يانيك نيانج. يمشي يانيك نيانج ممكن يضرب فيه كرة، لا يانيك يبني الهجمة، يصبر الترجي. تتهيأ لمن؟ لترجي العاصمة، لترجي تونس، لترجي الوطن. يلعب كرة ترجع بالراس من الدفاع، كرة من العمراني ترجع للترجي الرياضي عن طريق معزي. لا بعيد، واجدي معزي بعيد والكرة تمشي طويلة. يرجع هاريسون فول، كنترول بتاع تكنيسيان كبير، فنان يا هاريسون. والكرة ترجع طريق بنانا، ترجع الثقة للولد الكامروني، يمشي الشاب البنانا، يرجع بالكرة شمام للترجي، بعيد الكرة للتماس للترجي التونسي. ضربت الكرة في رقم 14 الرامي، والمساكني ابو طالب الان بالبانش بالضربة الأخيرة. يوسف المساكني يمشي كرة فول يعمل كروس، الدفاع يرتبك. شكون الثاني؟ الكرة الثانية ياخذها الوداد. شوف الكرات الثانية ديما ياخذ فيها الوداد البيضاوي، ويدخل اليسري بثبات وترجع لفول بامتياز، وتبقى الكرة للقربي والقربي لاريسون، والترجي يرجع يتفنن. الترجي بثقة الكبار يتقدم من الرواق. التوزيع على انتاتي الوداد من أتى، والتغطية ممتازة من المدافع المتميز المساسي. حقيقة اليساري عبد الرحمن المساسي مدافع قوي، ما لقاش برشا حلول بوعزي، وما لقاش برشا حلول المساكني على الاطراف. ترجي لذلك يركز الدخول من العمق بوصول الكرة الطويلة ليانيك جوزيف نيانج. ترجع كرة تماسة وخطأ والحكم نومان دياس يقول فاول للفريق الودادي. العين على الساعة والعين على التوقيت والعين على دخول رقم 2 ايوب سكوما. هذا هو التغيير، يخرج سعيد فتاح، يخرج سعيد فتاح في التشكيل الودادي، ودخول بالفعل ايوب سكوما يدخل في هذا التوقيت. اذا يلعب ورقه هجوميه، خرج ارتكاز فتاح، يدخل لاعب متوسط هجومي خطير، عنده السرعه وعنده التكنيك. اللاعب ايوب سكوما لاعب محاور حذاري من سكوما. اذا بالنسبه لدوكاستيل بعد ربع ساعه الشوط الثاني يلعب ورقته ابيض اسود. ترجع كرة للترجي الرياضي، وقف مليح وسط ميداننا، والكرة تمشي بعيدة. يطلع الضغط للترجي الرياضي لكن حذاري من ترك المساحات في ظهر دفاعنا وسط ميداننا. ترجع كرة الترجي، سدد يتراوي، سدد كرة تمشي للترجي الرياضي، محاولة الانطلاق عن طريق واجدي بوعزي،
وجدي بوعزي صعيبه الكنترول، يرجع بالكره والكره خرجت، كره خرجت. ترجع الكره للوداد الرياضي. ساعه لعب مره اخرى، ماتش تكتيكي هذا منتظر، ماتش عصاب. هنا الكره الاخيره نتاع وجدي بوعزي والمساعد القرار مع ضربه مرمى للحارس الشاب ياسين بونو. ترجع الكره من الهيشري، الهيشري تتحط وسط الميدان لفريق الترجي الرياضي. بوعزي هو خطا للوداد يقول الحكم، الخطا يقول الوداد، الحكم نومان دياز. خطا يستفيد منه المساسي. بالفعل ما نجحش بوعزي والمساكني في تجاوز ظاهرين على المستوى الدفاعي توب حقيقة. صحيح صراحة في الناحية الهجومية ما يقدموش برشا وما عندهمش فلوس سوى المساسي او لمسن ومن بعد الرامي، لكن على المستوى الدفاعي مدافعين قويين. تعرفوا المغرب عرفت اظهرة ممتازين، نذكروا خليفة الباك رايت ونذكروا المريس الباك ليفت اليساري. تمشي كرة طويلة، الساعة لعب والكرة ترجع عن طريق بنانا، بنانا للترجي الرياضي. تتهيأ كرة طويلة، ترجع دراجي، دراجي ومساكني، الكرة ما تمشيش معاهم، مش في فورمة كبيرة الولاد الاثنين. والكرة ترجع مرة أخرى للاعب لكحل، لكحل يخرج بوعزي، محاولة الضغط والكرة تمشي طويلة وتماس، لا كرة ما زالت في الميدان. ممتاز لمسة فنية حذاري من اونداما، ما فيها شيء. نعم الحكم كان قريب، تمركز ممتاز للحكم ديزيري نومان دياز. والكرة تمشي للترجي الرياضي في كرة طويلة ترجع من يانيك نيانغ، ديما يعمل هو الوقفة المحطة لبعض الهجمات الترجية. والكرة ترجع خطيرة جدا، حذاري لكن الكرة خرجت اوت. كرة ستعود لتماس للترجي الرياضي، كانت خطيرة لو تعدى فيها العمراني. كرة سترجع لفريق الترجي، انتدابات كبيرة عمل فيها الوداد هذا العام، 5 لاعبين في هذا الموسم مع مجهود كبير لرئيس النادي عبد الاله اكرم، يكن هناك في البيضاء اكرموفيتش، بينما الترجي الرياضي مع حميدو ديشت يعني بذل برشا مجهودات ماليه. الحقيقه ميزانيه الترجي توصل تقريبا 10 مليون دولار. الكره تمشي طويله، ترجع من الوداد في وسط الميدان، تتهيأ مره ثانيه كره لفريق الترجي. يانيك نيانغ، يانيك نيانغ ويحصل ضربه مرمى للوداد، ضربه مرمى للواك، ضربه مرمى للوداد الرياضي يستفيد منها فريق كازابلانكا. ماتش تكتيكي والشوط الثاني ايضا الترجي لم يتخلى عن حذره. طبعا مهم جدا الترجي يتقدم، الوداد هو المفروض عليه يلعب اللعب ويقدم القدام. الترجي يحاول يستنى يلعب على المرتدات ومنظم الدفاع، والكره ترجع بيحت المرتدات. المساكني، هذه كورتك، المساكني 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 يدخل المساكني، كره سيئه من يوسف، كره سيئه من يوسف المساكني. قلت في اكتوبر الماضي احتفل ب 21 سنه، كان نجم مباراة السيمي فاينل الحقيقة ذهابا في ام درمان، سجل هدف، ولقاء الاياب ايضا حسم المباراة ضد الهلال بالهدف الاول. بينما هنا كرة ترجع وسط الميدان ممتازة من اللاعب التراوي، وسط الميدان يلزم نعطيش مساحات للفريق الودادي، وبنانا بمبدأ السلامة يخرج كرة في الاوت. 1-0 طبعا نتيجة مهمة لكن نتيجة تخوف، ما تضمن شيء. يا ريت يا رب ان شاء الله الترجي يضيف الهدف الثاني لتبدا الاعراس بالفعل هنا في استاد رادس. ترجع كره دراجي، دراجي والكره وسط الميدان، تتهيأ للترجي. التراوي، التراوي يحط كره ليانيك، يانيك نيانك يحط كره قدامه، ممكن فما شانس. يانيك وين المسانده، يانيك 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 يسدد كره ضعيفه، يانيك نيانك يسدد كره سهله لياسين بونو. كره تتهيأ وتعود من الفريق الودادي من الحارس ياسين بونو. ترجع الكرة للفريق الودادي، كرة للوداد وسط الميدان مرة أخرى، كرة الوداد حذاري، واحد يتقدم له، واحد يتقدم لأيوب سكوما، أيوب سكوما يلعب كرة وتخرج تماس للترجي الرياضي. تماس حلول هجومية كبيرة للفريق الودادي. الترجي لحد الآن ماسك المباراة، ولكن إن شاء الله ما نوصلوش وما نبقاوش في الغصرة إلى الدقيقة الأخيرة. بصراحة هدف ثاني هو الآن عنوان اللقب رسميا يا نيانغ. يمشي نيانغ، فما مرتدة، فما كورة عن طريق دراجي، دراجي دراجي يحط كورة أسامة دراجي، دراجي يحاول يوزع كورة خطيرة، ترجع قدام المساكني وياسين بونو، والمساكني مرة أخرى والدفاع يخرج كورة عن طريق العمراني. كورة كانت صعبة من هنا المحاولات الترجية في الشوط الثاني. ترجع بالراس عن طريق الهيشري، قادمة من بنانا، الهيشري صعبة جدا من وليد، والكرة تمشي عن طريق بوعزي، وجدي بوعزي، وجدي بوعزي ممتازة، وجدي المرة وجدي بوعزي، والحكم بشكل متأخر يصفر فاول. مش معقول، مش معقول.
بعد ما واحد عدى النفق بتاع باب سويقة. الحكم الايفواري نومان دياز يرجع على خطا للوداد وانذار للاحتجاج لمحمد بن ربح. نومان دياز الحكم الايفواري اللي سفر ماتش تونس في تشاد في نجامينا. ترجع الكرة عن طريق يجري كانت كرة صعبة. الوداد يبقى خطير. 20 دقيقة لعب في الشوط الثاني. 20 دقيقة لعب في الشوط الثاني وهنا النتيجة ما زالت 1-0. لمن ستعود الكرة؟ أظن الواك. حكم يقول تعاد مخالفة الفريق الودادي. ورا للبيضاء عن طريق يوسف رابح. يمشي يوسف رابح يحط الكرة عن طريق اللاعب الرامي باس خالد. كرة يستفيد منها شمام المساك للشمام. أول مرة يطلع شمام. يا رب يا شمام. يمشي الشمام يحط كرة عرضية تنتهي إلى ركنية للترجي. يلزم نلعب على الكرة الثابتة. يلزم نلعب على هذا الخط الاستراتيجي لحسم المباراة. 1-0. الوداد ب10 لاعبين مش مقصر دفاعيا لكن ما عندوش القدرة هجوميا. والترجي الرياضي التونسي جمهوره يذكروا بالحكاية كيفاش بدات يوم 15 جانفي من عام 19. يمشي بوعزي. نتمنى احلى راسية. نتمنى العرضية. الكرة خطيرة ومش ممكن. ضاعت مرة أخرى. ضاعت على بنانا هذه المرة. كرة كانت نصف طاير على الأرض وبنانا لم يتفطن ولم يتفوق على الدفاع الودادي. ترجع الكرة من الحارس ياسين بونو. حراس الفاينل 20 سنة رجال الغد ورجال المستقبل. 20 سنة معز بن شريفية. 20 سنة لياسين بونو. والكرة تبقى لفريق الوداد. اوفسايد واضح. تسلل واضح على الفريق الأحمر. الوداد الرياضي ضد ياسين لكحل. الوداد أول الدوري المغربي مقبل والأهداف في البطولة المغربية بعد 5 أسابيع. حقق 4 انتصارات وتعادل مرة في المسيرة. ثم في كأس العرش كان أزاح فريق الفتح الرباطي وعنده موعد في الأسبوع القادم السيمي فاينل ضد فريق المغرب الفاسي الماس الذي سيلعب ضد فريق النادي الافريقي في نهائي الكونفدرالية الأسبوع القادم في تونس والإياب في فاس. والكرة للترجي الرياضي لكن بونو ياسين بونو ما يوصلش للكرة اللاعب الكاميروني. ترجع كرة ودادية والترجي موجود للتماس. التماس من خالد القربي. شوفوا لاعب وسط الميدان التعليمات ايضا. خالد القربي قريب لثنائي المحور لاكس الهيشري وبناني يعاون فيهم في الشوط الثاني بعد شوط اول ما ظهروش مستوى مميز. والكرة ستعاد من خط التنفيذ لفابريس سونتاما للترجي الرياضي لخليل الشمام. منتصف الشوط الثاني 22 دقيقة لعب. 1-0 للترجي تونس. تتهيأ الكرة للترجي الرياضي عن طريق ماجد التراوي يلعب الكرة فريق الترجي الرياضي. كرة طويلة يانيك نيانج ياخذ كرة بالراس تمشي لبوعزي. مرة أخرى المساس يتفوق والحكم يقول خطأ للترجي. في كرة عرضية للترجي التونسي. لابد أن نستفيد من الكرة الثابتة مثل ماتش القاهرة ضد الأهلي. هدف بتوسيعة القربي وراسية بنانا. اليوم ليكن من يكون. المهم هدف ثاني الترجي على رقم كياسكوما. الترجي عنده هذه الكرة. أجدو وسكوما في خط الدفاع. هنا الخطأ اللي حسبه الحكم بإشارة من اللاينمان المساعد. خطأ للترجي الرياضي. الكرة الثابتة والكرة تتهيأ من القربي. يمشي القربي. خالد القربي لفريق الترجي التونسي. هذه كرة القربي جاب برشا اهداف بالكرة الثابتة اخرها ضد الاهلي العام الماضي ضد مازيمبي في 3-0 في رادس. اليوم هي الاهم. اليوم هي اللي تبقى في التاريخ. اللي تعدى كوم واليوم كوم اخر. ويمشي الترجي للتسديده بعيده. كرة سيئة تفاعل معها الترجي. كرة اسوء التعامل معها الترجي يلعب بحذر. الترجي يحافظ على البطولة بتحفظ في سيناريو الاكتفاء بال1-0 لكرة الغاني هاري صنافول. الحقيقة توقعنا عريس الفاينل ممكن يكون دراجي مساك لينيانج ولكن المفاجأة السارة جت من هاري صنافول. وهذه قوة الترجي انه مش ممكن تنتظر لاعب بعينه. كل لاعب ممكن يسجل حتى القادمون من الخلف. كرة ستعود في الدقيقة 70. 20 دقيقة نهاية المباراة. التغيير من قبل دوكاستيل
يدخل القداوي السريع الخطير بدل للاعب الوسط ياسين او الرواق ياسين لكحل. خرج ياسين لكحل ودخل القداوي ويحافظ في الكولوار على الاجدو ويلعب سكوما وراء فابريسون داما. المدرب السويسري يلعب بشكل يا ينتحر كرويا ويخسر بالثاني يا يرجع ويحقق الامل الغالي. كرة تضيع على يانيك نيانج. شوية تركيز يا كامروني، شوية تركيز يا كامروني. ترجع الكرة للوداد، كرة للوداد الرياضي في وسط الميدان، تتهيأ لأحفاد الوداد والكرة ترجع للترجي هجري وكرة تضيع مرة أخرى. مش ممكن، ما فيش تسلل، خطيرة جدا. يدخل انداما يوزع كرة صعبة جدا الواقع، تسديدة والدفاع التونسي. كرة أخرى بتسديدة، ما زالت المعاناة، ما زالت المعاناة وكرة خطيرة. الترجي لازم يقتل المباراة الحقيقة والكرة تمشي للدفاع. الترجي يخلص كرة كانت صعبة الحقيقة. حذاري من الأخطاء، حذاري من الأخطاء. ممكن كولي يدخل الآن في الدقائق القادمة باش يغطي على الرواق اليمين للواك، وممكن يدخل المولي كارتيكا الثالث. نتصور في الربع ساعة الأخير معلول يخرج دراجي ولا مساكني ويدخل المولي. ترجع كرة دراجي، دراجي كرة اوت. الاثنين الحقيقة ما ظهروش اليوم على دراجي لا يوسف. وبالفعل كما قلت، بالفعل كما توقعت، كوليبالي الصخرة المالية يستعد للدخول، ولكن الكرة ترجع ودادية، ترجع الوداد. كرة صعبة للواك، كرة الرواق تمشي من رامي، حذاري بنانا، ترجع من بنانا. الوداد عنده كرة مسكومة قرب له والكرة تتهيأ للواك. دقيقة 72 كرة للوداد. شوف الأطراف وين وقفون، وين وقفون للهشري، خطيرة من انداما، فابريسو انداما يا ستار. كرة صعبة والكرة ركنية، ركنية للواك، ركنية للواك. صعبة جدا، صعبة جدا للوداد. ماذا يحدث؟ لماذا هذا السيناريو الغريب في الشوط الثاني؟ شوف الكرة الأخيرة المساكني، خرج كرة كانت صعبة أمام بن شريفية في الست أمتار. تتنفذ الكرة مرة أخرى الوداد وكرة تخرج السلامات والحمد لله. رجعت الكرة عند ريك بوعزي. الترجي لازم يستفيق الحقيقة، لازم يستفيق. بوعزي حط كرة، تتهيأ الكرة للفريق الودادي. الوداد تحس وقت الروح أكثر جرينتا. يدخل هاريسون فول، هاريسون فول. كرة مباراة هاريسون مش ممكن حتى في المكان الصحيح يرتبك الدفاع الودادي والكرة تخرج السلامات، تخرج السلامات من الوداد. كرة ترجع مرة ثانية، الضغط والقربي وخطأ ضد خالد. خطأ يستفيد منه أجدو، يلعب كل أوراقه الفريق الأبيض. وهنا ماذا يحدث في استاد الوداد والترجي برادس؟ طبعا عملية انفعال، كل واحد يجري على الكرة حقيقة. من الدقيقة 70 للدقيقة 72 الترجي عانى الأمرين. كورتين وفورستين اختار وكبار للفريق الودادي. هنا الكرة الأخيرة والمناوشة بين القربي والقداوي. هنا تدخل اللاعب القداوي، ممكن يستوجب انذار شفوي او انذار للقربي، انذار لخالد القربي. يوجه الحكم نومان دياز، دولي من 2004، الحكم الايفواري. 73 دقيقة، 73 دقيقة ما زالت المباراة، ما زالت لقاء الرادس، ما زال نهائي العصاب، ما زالت نهائي الاتعاب من اجل اغلى الالقاب. هكذا قدر الكبار. ترجع كرة بنانا بالراس، بنانا يحط كرة عن طريق الدراجي، دراجي بوسط الميدان. ترجع الكرة، حذاري هاريسون فول، لازم يخرج نبيل، لازم يخرج هاريسون فول، خلاص قاد المهمة. الآن يدخل كوليبالي والكرة ترجع للواك، ترجع للوداد. كرة ترجع ودادية والترجي يضغط بريسينج بغير خطأ لو ممكن. ترجع بيضاوية المساسي، المساسي مرة أخرى ويتدخل الهشري، ولكن وين فول؟ وين مشيت يا هاريسون؟ الضغط كله من جهة الغاني، التغيير يستوجب حالا والكرة تمشي للوداد. صعبة جدا، التحضير والدفاع يا ستار. كرة أخرى صعبة، كرة أخرى صعبة. يمشي يانيك نيانج والكرة تتهيأ للدفاع الودادي، الدفاع الودادي. يانيك نيانج، وهنا خطأ ليانيك، خطأ
خطا يستفيد منه لا العمراني، يقول الحكم العمراني. كرة ترجع من مكان التنفيذ الربع ساعة الأخير. الربع ساعة الأخير في استاد رادس. وكوليبالي، نعم هذا هو التغيير. هاريسون فول في هذا الشوط الثاني في الدقائق العشر الأخيرة. صار شارع في استاد رادس. تغيير ممكن منتظر لأحد الأسماء المصابة لفريق الوداد. الوداد الحقيقة اللي كان سيء الحظ في الفترة الأخيرة في هذه الفترة اللي سبقت النهائيين الاثنين في كازا، وهنا باعتبار غياب عدة عناصر أساسية. هنا الكرة الأخطر، هنا الكرة الأقرب، هنا التسديدة، وهنا يتدخل اليشري بمعاناة اللقطة الأخيرة. حقيقة كانت معاناة الضربة الأخيرة للواك. الوداد أخطر في الشوط الثاني. مباريات الديربي دائما مباريات صعبة وصعبة جدا، خاصة لما يقترن الأمر بالديربي المغاربي الأول تونس المغرب. أندية ومنتخبات دائما يصعب التكهن، دائما يصعب التخمين. هنا الكرة الأخيرة واللي رجعت من وليد الهيشري. فرصة ممكن للتعليمات. معلول يحكي مع كوليبالي، اللاعب ادريس اللاعب المالي القادم من اهل تريبولي، واللاعب اللي كان ينشد في فريق الكناري الجي اس كابيلي، شبيبة القبائل. هذا جانب من انصار الوداد، جمهور الوداد البيضاوي، تقريبا 1500 مناصر مشجع، سواء الجالية التونسية هنا او اللاعبين اللي او الجماهير اللي جت من المغرب خصيص المباراة. افول يقعد، لكن التغيير افول باش يدخل وسط ميدان، هو كوليبالي يرجع باك رايت، المساكني هو اللي يخرج. ترجع الكرة للترجي الرياضي عن طريق القربي يمشي دراجي وسط الميدان، والكرة في التماس للوقت. مباراة صعبة جدا، ربع ساعة. ترجي لم يعرف الشوط الثاني حسم المباراة، لذلك قلت نلعب الآن بالقطرة. والكرة ترجع للترجي الرياضي كل دقيقة ولحظتها، ويمشي نيانج يضيع الهدف الثاني. نيانج ترجع دراجي ما زالت عن القدرة لحسم المباراة بالثاني. يمشي بوعزي حط كرة قربي للترجي الرياضي، تتهيأ الكرة مرة ثانية، خدم الكرة تراوي للقربي، هذا الصحيح. يمشي الكوليبالي، فرصة كبيرة الكاميروني، يمشي كوليبالي للترجي الرياضي، ترجع مرة ثانية عن طريق بانانا يلعب كرة شمام، يدخل خليل شمام 77 دقيقة، شمام دراجي شمام بوعزي يلعب على السليم، مش معقول. والكرة ترجع للوداد، كرة ترجع من التماس للوداد، مش معقول. نلعب في نهائي الشامبيونز ليج في الدقيقة 78 واحد بلاش، مش معقول بصراحة. كرة يلزم تخرج بدمها يقولوا في الكرة. هذه الكرة الأخطر لياني كينيانج، هذه الفرصة الأصعب على الوداد في الشوط الثاني، بل هي الفرصة الوحيدة للترجي في هذه المباراة بخلاف الهدف. وياسين بونو يتألق، ممتاز مثل هذا حارس مستقبل في الوداد وفي المغرب، هو حارس المنتخب الأولمبي. ياسين بونو يخلي الوداد في البطولة وفي الكأس. وهنا التغيير بدخول اللاعب حسين زيدون، يستوفي كل تغييراته وتبديلاته المدرب دوكاستيل. يدخل حسين زيدون، ترجع الكرة للترجي. تراوي حط كرة عن طريق بانانا يمشي بالكرة دراجي خرج كرة ممتازة خدمتها شمام ممكن يعمل الكروس وبعيد على ياني كينيانج، تقطع من الدفاع الودادي. الترجي يضغط القدام، في احساس منه بالخطر وفي احساس انه يلعب بالنار، انه يبقى راكل الدفاع. ترجع كرة ودادية عن طريق سكوما، يرجع مرة أخرى يتقدم أفول يصبح جناح أيمن، وأبو عز يجي في مكان مسكني على اليسار، والكرة تبقى للاعب الرامي تتحط الكرة مرة أخرى للواك عن طريق بالرابح يجيب الكرة وسط الميدان، تبقى الكرة لفريق الترجي. ممتاز القربي دراجي فما مساحات، دراجي حط كرة لبوعزي بعيدة، كانت سيئة من دراجي بعيد على وجدي بوعزي. ترجع الكرة فابريس اونداما قدامه اثنين، تراوي والكرة ترجع على خطأ من بوعزي. نتصور انه بعد دقيقة 83 84 الترجي باش يدخل
المولي وسط ميدان بديل الدراجي معلول. نتصور في الخمس دقائق الاخيره ممكن يكون هذا التغيير. الترجي قام بتغيير واحد، تغيير اول. معلول مازال عنده اثنين ينجم يقدر بالتونس يقولوا النجم يجري بهم المباراه ويقتل بهم المباراه في الوقت الحساس. 80 دقيقه. الزيتون مازال ما دخلش، الحسين في تشكيل الواقع. كاستيل سيلعب الكل في الكل. والكره ترجع للوداد. كره الوداد عن طريق ايوب سكوما. التغيير اللي عمله معلول فيهم دورمان. افول يتقدم قدام، كوليبالي يشد اليمين. والكره تمشي طويله. ترجع الكره وسط الميدان. كره تتهيأ مره اخرى وداديه. كره الوداد حذاري. كره تبقى الوداد الرياضي. كره تبقى مره ثانيه للوداد. الشوط الثاني كان صعب جدا. والكره تمشي للفريق الودادي من غير خطا. تتوسع الكره. والكره عن طريق اونداما. كره لفابريس. فابريس اونداما. فابريس اونداما. يرجع بالكره في الدقيقه 80. الجمهور الان دوره. الجمهور الان يناصر الترجي الرياضي وتماس للترجي الرياضي. تماس للترجي الرياضي. الان دور الجمهور الحقيقه. يلا شجع، يلا نادي، يلا قولوا في مدرجات تونس شجع ولا روح. شجع الان جمهور الترجي. مباراة صعبة جدا. الترجي لم يعرف حسمها في الشوط الثاني. هو الفريق الودادي كان خطير في اكثر من مره على اكثر من صعيد، ولكن بالاخير الان 8 غير بعض وقت تونس، 7 غير بعض وقت المغرب في توقيت المباراه اللي يهم. وصلنا للدقيقه 36 والنتيجه 1-0 للترجي الرياضي. والمولي على بوابه الدخول. معلول يعطي اخر النصايح. المولي الورقه اللي طلبناها اللي قلنا عليها. المولي على الارجح مكان دراجي. على الارجح مكان دراجي. ولو انا نخير انه الترجي ما يخسرش عمقه الهجومي. يعني 10 دقائق و4 دقائق يمكن يزيدهم الحكم نومان دياز. ربع ساعه برشا انك تلعب من غير يعني تامين هجومي او عمق هجومي بوجود دراجي بعد خروج المساك. ان شاء الله لاباس، ان شاء الله ما يكونش تغيير اضطراري ولا لاعب مستعد يفرط في هذه الفرصه التاريخيه، في هذه المباراه التاريخيه للترجي وللكره التونسيه. ترجع الكرة عن طريق بنانا. يمشي بنانا يحط كرة طويلة. يا بنانا. ترجع الكرة ياني كينيانج. والكرة ما فيهاش خطأ. شوف وحده معزول ياني كينيانج. ترجي كل في مناطق وسط ميدانه. التراوي باش يرجع الميدان. اعطيه الاشارة، اعطيه الفيزا يا نومانتياس. والكرة تبقى مرة ثانية للكتيبة الودادية. كرة تمشي طويلة. تتهيأ كرة لمساس يطلع للضغط افول. افول نستخلص كرة عن طريق الكوليبالي. تمشي كرة طويلة من كوليبالي. كوليبالي وكرة تمشي عن طريق ياسين بونو. ياسين بونو طويلة. ترجع وجدي بوعزي من غير خطأ. وجدي من غير خطأ. كرة تبقى للفريق الودادي. الرامي يرجع بالكرة. كرة تبقى في وسط الملعب للفريق الودادي. يطلع بريسينج للترجي. 83 دقيقة. مباراة 1-0 حاليا. والكرة تتهيأ للواك. ايوب سكوما. ايوب سكوما في 1-2. كرة من قدام التراوي. حذاري من اللعب العرضي. وكرة ما فماش تماس. يقول حكم ملعب لكن تقطع ترجية. وترجع لمن؟ ترجع بعيد على ياني كينيانج. ترجع الكرة لفريق الوداد. ممكن ايضا التغيير الثالث باش يكون دراجي ونيانج في راي. ترجع الكرة. حذاري وفي مخالفة الوداد مع ورقة صفراء. ورقة صفراء اظن على التراوي بالفعل ضد مجدي، ويستفيد منها الفريق الودادي عن طريق القديوي يوسف القديوي اللاعب السابق لفريق المغرب او الجيش الملكي، فريق ليفار بطل افريقيا 85. التغيير وخروج كما قلنا دراجي. يخرج دراجي والشمامي يولي كابتن والمولي بيفو الثالث. الترجي الان من اجل الحياه. 84 دقيقة. يدخل خالد المولي كارتيكاز الثالث. ممكن في الدقائق الأخيرة التغيير يدخل سلامة. نبيل معلول بديل نيانج لاستعمال السرعة المساحات. يلا الجرينتا.
اللاعب القادم من ليلستروم في الدوري النرويجي. يخرج دراجي والكرة ترجع للفريق الودادي. الوداد عنده كرة من ايوب سكوما، يمشي ايوب سكوما، كرة خطيرة ترجع بالراس في خطالي فايت الترجي. في خطالي فايت الترجي نتنفس السعداء في الشوط الثاني الصعب في ماتش كان صعب جدا. الوداد كما كان متوقع، كما هي التوقعات، هو الخصم القوي، هو الوصيف حاليا، هو المتصدر للدوري المغربي آنيا، هو الحالم بكأس العرش في المغرب حاليا ومؤقت، في انتظار مواجهة الماس المغرب الفاسي. الزيتون مازال ما يدخلش. الورقة الأخيرة ستكون في دقائق من دوكاستيل، والتغيير الثالث المرتقب للترجي سلامة بديل نيانج. كرة تمشي بن شريفية، ترجع بالكرة عن طريق بانانا، نخسر برشا كرات. ترجع كرة، الترجي ما عملش ماتش كبير لكن تكتيكيا نجح. هاريسون افول، هاريسون افول ممتازة. هاريسون حط كرة قدام يا قربي، القربي يرجع بالكرة للحارس وتمشي كرة بن شريفية، يطلع الدفاع الودادي لكن تبقى تونسية. المولي يوصل كرة بعيدة لابو عزي، وسط الميدان خسروه في هذه اللقطة. حذاري، كرة تمشي بعيدة ما زال تقريبا الفريق الودادي. محاولة التوسيع، كرة للوداد، كرة لكازابلانكا، محاولة التوسيع بين الثلاثة ما يتعداش، كرة تتهيأ المولي يخرج بالكرة والكرة تبقى للقربي، ممتاز الكنترول والكرة بعيدة. تماس للوقت، تماس للوداد 86 دقيقة. حقيقة دقائق صعبة، دقائق حرجة، والكرة ترجع للترجي الرياضي. القربي، خالد القربي، حذاري، وين يا قربي؟ خالد القربي، تمشي كرة يانيك نيانج، وخطأ للترجي الرياضي، خطأ برشا الصنع الكاميروني، يحصل فاول. يذكرني بمباراتين في هذا الموسم بنفس الطريقة، مباراة نهائي كاس تونس ضد الإتوال، ومباراة الأهلي المصري في الشامبيونز ليج. العياري هو اللي يدخل بديل نيانج. أنا تصورت أنه سلامة لكن معلول يختار العياري. ترجع كرة مرة أخرى ممتازة، يمشي المولي أو بوعزي للترجي، وكرة ترجع وسط الدفاع. المولي يعمل بريسينج، المولي ممتاز لكن خطأ واضح الحقيقة، هو فاول يستفيد منه الفريق الودادي. 87 دقيقة 87 دقيقة 87 دقيقة في هذه المباراة، في كرة ستعود لوداد البيضاوي، الوداد الرياضي. كرة ترجع من الحارس ياسين بونو. هي دقائق أخيرة، هو العياري بديل لمن؟ ننتظر قرار الكوتش. خالد العياري بديل الكاميروني كما قلنا يانيك نيانج. تغييرات واضحة من معلول عودنا بها في الفترة الأخيرة في دوري أبطال أفريقيا، ويخرج جوزيف يانيك نيانج ويدخل خالد العياري مطالب بالضغط على الدفاع الودادي ومساندة كل من أفول وأبو عزي على الضغط على الأطراف البيضاوية. محاولة تعطيل الهجمة الودادية من الرولانس من وسط الدفاع من رابح، وأيضا اللاعب الثاني العمراني. كرة ممتازة يستفيد منها الترجي. تتهيأ كرة للترجي التونسي، ممكن جدا الأوفر الآن، ممتاز أفول يحط كرة مباراة، كرة بطولة بعيدة على التراوي، بعيدة الكرة على التراوي، تخرج في شكل التماس. نعم الكرة ترجع الترجية التونسية. 89 دقيقة تماس للترجي، 89 دقيقة تماس للترجي. يدخل باسكال يغير ورقته، المدرب دوكاستيل في الدقيقة الأخيرة يدخل باسكال بدل لمن؟ باسكال بدل الرامي، يلعب الكل في الكل المدرب الودادي السويسري دوكاستيل. والكرة تمشي والقربي حذاري، الكرة الثانية، خذ الكرة، الكرة ضاعت، ياخذها الوداد المساسي. كرة ترجع للترجي الرياضي كوليبالي، والكرة ترجع ممتاز ليجري لافول، لازم يشد الكرة، العب صحيح يا افول، العب صحيح الافول، والكرة يتعدى اجدو كوليبالي، وترجع الكرة للترجي التونسي. الدقيقة الأخيرة بالراس العياري، يمشي العياري مرة أخرى يقاتل على الكرة، ترجع مرة ثانية الترجي تونس، ترجع للترجي الرياضي، محاولة الانطلاق شمام والتماس للترجي الرياضي.
الدقيقة الأخيرة. كم سيضيف الحكم، كم سيضيف الحكم الإيفواري نومان دياز. 90 دقيقة كم سيضيف. أنا أتمنى ما يزيدش، لكن القانون قانون. هو ممكن يمشي 4 دقائق، وحاسه ممكن يمشي 5 دقائق. اسمع هنا يقولوا لي إن شاء الله 3، هي إن شاء الله يزفر توا. الترجي الرياضي التونسي في الدقيقة 90 0-0 نتيجته 1-0. الاوتوغراف التاريخي هاريسون افول. ان شاء الله ولادنا يعرفوا يتعاملوا مع الاخيره، ان شاء الله ولادنا يعرفوا يتعاملوا مع الدوره الاخيره. 4 دقائق، 4 دقائق للمجد، 240 ثانيه للتاريخ، والكره تبقى وداديه. برافو العياري. الترجي يلزم يعمل بريسينج الفوق، يضغط في نصف ملعب الوداد، يلزم يلعب في نصف ملعب الوداد. خرج الكره ديجاج وحصل على مخالفات يا العياري. هنا السلاح، كره ترجع للوداد، كره للواك. الترجي يطلع بريسينج، ما ننساوش 11 ضد 10، خلاها تماس. لا، ترجع رميه جانبيه للواك، ترجع رميه جانبيه للواك. كره للوداد. الله يا حبيبتي السمراء، الله يا من فكرت فيك سنين، يا ما جعلتك هدفي الاول سنين. هل ستاتين؟ هل اخيرا سترضخين؟ هل بالمهر التونسي ستقبلين؟ ارجوك لا ترفضين، ارجوك لا ترفضين. بكبار افريقيا، بنكوروما، اشهد لنا يا نيلسون يا مانديلا، نحن اهل التاريخ. احكم لنا يا سيكوتوري، اكتب لنا يا افريقيا، لقب اسمه التاريخ. دقيقة ونصف، حذاري من الكرة، وبرافو الدفاع، والكرة ترجع مرة ثانية. كرة للوداد وكرة للترجي التونسي. المولي للتراوي، والتراوي بوعزي. حط الكرة قدامك بوعزي. أسوأ شيء تماس، أسوأ شيء تماس. برافو وجدي بوعزي، والكرة ما زالت في الصراع والتماس للترجي الرياضي. والله قال بوعزي للترجي الرياضي، والإيفواري قال لا، رأيتها للواقع. بالربح دقيقتين، تمشي كرة طويلة، تلعب الكرة بعيدة. بنانا، حذار يا بنانا. الكرة الثانية باسكال، ياخذ كرة باسكال لفريق الوداد، يمشي عن طريق المساسي. من 120 ثانية، من 120 ثانية. ترجع من الهاشري، والهاشري المولي، والمولي يقاتل، والترجي يصارع، والكرة تكابر ولكن مع من؟ ليس مع فادحا بعد. الثاني ابو عزي، الثاني إليه. مش ممكن على قدر المباراة يا ستار. كرة ترجع للترجي، الرياضي. شد كرة شمام، بخبيت الكرة يا شمام، يا ولد عبد السلام اللاعب الكبير. الله يا شمام خليل يربح الوقت. خالي لوزيتش اقتل الوقت، اضربها فيه. كرة ترجع للوداد، والكرة للترجي. هنا قتال الرجال، بالجرينتا كسبناها، بالجرينتا حققناها، بالروح فزنا بها. نعم دقيقة للنهاية، نعم دقيقة للتاريخ، نعم ستعودين للخضراء بعد أن كنت في ابن جعفر. سنزفك الليلة لباب سويقة، للحلفاوين. الله، الدولة الترجية توقع على معاهدة حياته وبندها الأول أنا البطل يا عيسى. الدولة الترجية توقع على معاهدة حياته وفصله الأول أنا البطل يا عيسى، أنا البطل يا عيسى، أنا البطل يا عيسى. دراوي وركنية للترجي الرياضي. كما أنت كبير يا العاصمي، كما أنت كبير يا ذا اللونين، كما أنت كبير يا ذا الأمجاد. 50 بطولة للتاريخ، 50 لقب للتاريخ. أولها كأس تونس 39، والخمسينية كأس أبطال أفريقيا. كامبيون الإسبيرانسا es el campeón. كامبيون الإسبيرانسا es el campeón. ركنية أخرى للترجي التونسي. انتهت الحكاية، الوصافة للوداد.
يحضرنا بين العالمية. أخيرا 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 بعد السنين كتبناها، بعد السنين في الأحمر والأصفر كتبناها ولوناها. الترجي والبطل. على طول نرجع الاستوديو. مبروك لكل الشعب التونسي، مبروك للترجي التونسي. شوف الضربة، شوف السكنة الكورة، سكنت وين الشيطان. واحد الترجي وبن أصفر وأحمر جوا وبن. الترجي وبن أصفر وأحمر جوا وبن. ترجي ترجي ترجي. مبروك للترجي بهذا الانتصار. ألف مبروك لجماهير الترجي بهذا الانضباط خلال هذا الدور النهائي وهذا الحفل الكروي الذي كان على أحسن ما يرام. عدة نقاط إيجابية بالنسبة لهذا الدور النهائي. هارد لك للوداد الذي قدم شوط ثاني ممتاز ب10 لاعبين. المبروك للوداد بنشأة وانطلاقة حارس أكيد أنه سيكون من أحسن الحراس في العالم العربي وفي افريقيا. طبعا هذه فرحه لجماهير الترجي. هذا انتصار طال انتظاره، هذا انتصار اخيرا جاء اليوم في ملعب رادس، وجاء هذا الانتصار بعد الثوره، وهو شيء مهم جدا بالنسبه للرياضه التونسيه وبالنسبه للكره التونسيه. مبروك خالد للترجي، ومبروك للجمهور التونسي ملعب رادس مثل ما هنينا الاهلي في الاستاد القاهرة حول الانضباط واستقبال الأهلي مباراة الترجي والأهلي. اليوم لابد أن نهني جمهور الترجي وأيضا الجمهور التونسي وملعب رادس بهذا الانضباط وهذه الروح الرياضية العالية. والله أول شيء نقول مبروك للترجي التونسي، مبروك للجماهير العريضة التي كانت في مستوى الحدث، انضباطها كانت في مستوى هذا النادي العريق. قولوا مبروك للإدارة وعلى رأسها سي حمدي المدب الذي معناها كان ينتظر منذ 3 سنوات وبنى هذا الفريق لهذه اللحظة التاريخية كما قلنا في أول كلامنا. مبروك سي حمدي المدب، مبروك أيضا للاعبين، ومبروك لنبيل معلول كما قلنا. هذا التتويج هذا يحسب لنبيل معلول كما قلنا أن بالنسبة لنبيل تتويج العمر، أنه توج كمساعد للومير في كأس أفريقيا وتوج كمدرب أساسي الأول في الترجي التونسي. نقول زاد للوداد البيضاوي الذي معناه قدم شوطا رائعا بالرغم اللي كان معناه يلعب ب10 لاعبين وقد احرج الترجي في كم من مره. هارد لك للوداد البيضاوي، مبروك مرة أخرى الترجي التونسي. ولو أن في المباراة هذه كانت عذاب، خلينا نقولوا عذاب بالنسبة للجماهير وحتى للمتفرجين، خاصة كنا نترقب الكثير والكثير من الترجي والمساكني، ولكن الحمد لله يعني كل حق. مثل ما قال مدرب الترجي بعد فوزه امام النجم الساحلي في كأس تونس، قال المهم في الدور النهائي هو الانتصار، ان تعرف كيف تفوز صحيح ولا ماذا تؤدي. في النهاية الترجي وصل إلى ما كان يصبو إليه. صحيح.
لا الترجي الحقيقه يستحق البطوله، على مدار البطوله يستحق التزام اللاعبين، تشكيل ثابت تقريبا بنسبه اكثر من 90%، قراءه المدير الفني للمباريات. مبروك لجمهور الترجي، وهارد لك طبعا للوداد وجماهير الوداد، لان ديكاستال حاول رغم الظروف الصعبه، واللاعبين لعبوا بروح قتاليه عاليه، وزي ما انت قلت هشام بونو حارس مرمى انقذ العديد من الفرص الحقيقه. حارس في الحقيقه حارس واعد جدا لمستقبل المغرب، يعني شكله وهيته وتدخلاته وشخصيته في المرمى توعد الكره المغربيه ببدو زكي ثاني. حارس موهوب هشام، عنده موهبه وعنده ثقه في نفسه وصاحب قرار في كرات كتيره شفناها، انقذ الوداد من اهداف كتير. المباراة كانت معلقة لأن الوداد بيحاول على قد القدرات وعلى قد الظروف، ولكن يتبقى في كرة القدم الكرة لا تعرف الظروف تعرف النتائج. فهنيئا طبعا بكأس إفريقيا لشعب الترجي أو جمهور الترجي، والوصول لليابان ومشاركة أبطال القارات، ودي برضو بطولة هتكون غالية طبعا. والترجي سيلتحق هو ويرافق صح التعبير، يعني عبارة أصح، فريقين عربيين سيرافق السد القطري إلى اليابان، يعني أعتقد هذه أول مرة تحصل، أول مرة منذ نشأة كأس العالم للأندية، لما شارك فريق الرجاء. مشى الأهلي، كان شارك فريق الرجاء، مشى الرجاء والهلال الأهلي حتى فريق الأهلي. فهذه المرة الثانية، وأنه الترجي والسد معا في كأس العالمية للأندية، وهو شيء مهم جدا. يعني كابتن هشام، أظن أنه يعني هنيئا لفريق الترجي وإلى جمهور الترجي وإلى كل يعني التونسيين، وحظ سعيد لفريق الوداد. أنا أتأسف للمباراة لم ينهزم فيها فريق الوداد هنا في تونس، بل انهزم في الدار البيضاء. لماذا؟ لأنه لو استغل، يعني كنا جالسين هناك كابتن حسني وكابتن هشام، لماذا كابتن هشام دوكاستيل لم يغامر يعني لما كان يلعب في المغرب؟ لماذا لم يغامر بهذه الطريقة؟ لو غامر دوكاستيل وفعل ما فعله يعني خلال الشوط حتى ولو ب10 لاعبين، كان ممكن فريق الوداد هدف واحد كان يكون وزنه ذهب. وتكلمنا على هذه الاشياء. واذا خسر فريق الوداد اظن الكاس كابتن هشام وانت اشرت الى ذلك، فقد ربح يعني حارس اسمه بونو طبعا. حتى ولو نحن نتاسف على الحارس نادر المياغري، لكن اظن خير خلف لخير سلف في هذه اللحظه، يعني ما دام ان الحارس نادر فهو مصاب، فممكن فريق الوداد ان يعتمد على خلال يعني ال6 أسابيع على الحارس بونو الذي ابان على مستوى عالي، وكل التدخلات ويرجع له الفضل. اذا ظلت النتيجه اصابه ل0 فهي يرجع الفضل لبونو. طيب ساعود الى عصام الشوالي في ملعب رادس. عصام طبعا لمتابعه تسليم الكاس والتتويج، لست ادري ان كان عصام يسمعني ام لا. عصام طبعا لمتابعه هذه اللحظات التاريخية بالنسبة للترجي، والتاريخية أيضا بالنسبة للمعلق، لأن يعني المعلق لما يكون على أرضية الميدان ويتحصل فريق على فريقه وناديه أحدى انتماءاته إلى كاس، فهذا شيء ممتاز جدا. هو اللي صرح هشام قال لك في 3 معلقين، يعني اذا اردت يعني هذا هو كي يتكلم على فريق الترجي. هناك يعني من الجزائر حفيظ الدراجي، ثم هناك جواد بدة، فهو اعتذر للكل يعني خلال. ولذا الجزيرة الرياضية قناة لمعلق تونسي وقناة لمعلق مغربي وقناة محايدة، ما هو الشأن بالنسبة للاستوديو. والمحايد زكريا ناصر وخالد حسني طبعا الترجي والواقعية لكابتن هشام. والواقعية لكابتن هشام. بارك الله فيك. والقدمين لكابتن لا مش قدمين، شهادة كابتن هشام مش قدمين كابتن هشام. لا تكلم معه بصراحة. يعني توج بهذه الكأس. ايوه توج، لكن مجمل القول انت راهنت على ان فريق الوداد في الشوط الثاني سوف يكون نقطة سائغة. في الحقيقة الشوط الثاني الوداد قدم مباراة ممتازة. العبرة في دور النهائي العبرة كابتن فخر الدين بالنتيجة،
وأن الوسيلة تبرر الغاية. الغاية بالنسبة للترجي هو التتويج بهذه الكأس، والتتويج هذا أتى بعد مسيرة خلينا نقول واستحق الترجي التونسي، لم ينهزم في حتى أي مباراة. احنا يعني لا معك احنا هنأنا استحق بجدارة. المشوار كان مشوار هائل وكل الاشياء يعني لم ينهزم في حتى مباراة. جاء في مجموعة صعبة جدا فيها النادي الأهلي والأمسية والوداد، بالرغم اللي عرف فيه غيابات ومصاعب ولكن تأقلم مع هذه الغيابات والمصاعب. خلينا نعود الى عصام الشوالي. عصام طبعا، ونعود ايضا الى جواد بدة وحفيظ الدراجي لتسليم الكاس، ثم الى ملعب رادس الى عصام الشوالي ليواصل التعليق على حفل التتويج وتسليم الكاس للترجي الرياضي التونسي. عصام تفضل، مبروك اول شيء. شكرا هشام، مبروك لكل توانسه، مبروك لكل الترجيين. ذكرى 94 هذه الايام في التلفزيون الوطني، في التلفزيون التونسي مرت كثيرا. ذكرى 17 ديسمبر 94 وتعليقك على مباراه الزمالك الخالده في استاد المنزه. اليوم الحمد لله الترجي عنده رجال، عنده اجيال تتعاقب. اليوم يوم 12 نوفمبر 2011 الترجي بعد 17 سنه، بعد هجر السنين، يتمكن من تحقيق اللقب الافريقي الثاني في الشامبيونز ليج دوري الابطال. الان البروتوكول والبوديوم الذي ينطلق في هذه اللحظات، ان شاء الله الزملاء التقنيين يقطعوا الصوت في الاستوديو هناك، يعني فما بعض الصوت الراجع. شكرا 100% الان، برافو الاولاد. قلت نرجع طبعا هذه ظروف المباشر. هنا ترى كل الاعلام، هنا ترى العلم الفلسطيني، هنا ترى العلم الياباني خاصه الذي يحضر بقوه هنا في استاد رادس. حقيقه فرحه كبيره. انا شو نقول جاك الدراجي والمساكني يا ميسي، جاك الدراجي والمساكني يا ميسي. نتمنى ان يكون الترجي مع السد القطري ممثلين ناجحين للكره العربيه، وهذه ثاني مره في تاريخ كاس العالم للانديه اللي زوز فرق عربيه يتواجدوا في نفس البطوله. نذكروا 2005 كان النادي الاهلي القاهري كان لعب ضد اتحاد جده السعودي. اذا تاريخ ابطال افريقيا يكتب للمره الرابعه باللكنه التونسيه بعد الافريقي 91، الترجي 94، النجم الساحلي الشامبيونز ليج في النظام الجديد 2007، والترجي الرياضي يعود من جديد الى نسخه 2011. اخيرا في المحاوله العاشره الترجي كتبت له الشامبيونز ليج. عام 99 فاينل الرجاء، عام 2000 نهائي قلوب الصنوبر هارت صفوك، 2001 سيمي فاينل النادي الاهلي، 2002 في دوري مجموعات الزمالك، 2003 نصف نهائي اخر ضد الاسماعيلي، 2004 في السيمي فاينل اخر ضد نيمبا، 2005 اكتفاء بدوري المجموعه، 2007 الخروج من المجموعه، 2010 موزمبيق قال لا، و2011 الترجي قال نعم. يا عيسى الترجي التونسي ظل في المشوار مريتوا عليه في الاستوديو يستحق يا عصام. بعيدا عن عصام نعم هشام. مين عيسى حياته؟ عيسى حياته طبعا الذي نعم عيسى حياته الذي كرأس اكبر هيكل اتحاد افريقي لكرة القدم، يعني كانه عامل مزين نقولوا نحن بالتونسي باش يجي يعطي حامل اللقب الكاس الافريقي الحقيقي. لكن الشيء الممتاز عصام، صحيح وانه انتصار الترجي انتصار تاريخي، صحيح وانه ما قدمه الترجي هذا الموسم يشرف الكرة التونسية، صحيح وانه الترجي يستحق هذه الكأس، صحيح وانه رئيس الترجي خاصة حمدي المدب يستحق هذه الكأس لأنه أرادها منذ البداية. لكن لابد من القول وأنه ما شاهدناه اليوم في ملعب رادس إلا ويشرف تونس بعد الثورة، لأنه 60,000 متفرج أول مرة بعد الثورة، وهذا شيء ممتاز، وهذه نقطة إيجابية تضاف إلى تونس وتضاف إلى الشعب التونسي الذي بادر بالثورة وبدأ الثورة ونجح في الانتخابات وما إلى ذلك. اليوم في هذه التظاهرة الكروية يؤكد جمهور الترجي أنه فعلا جمهور مناضل بأتم معنى الكلمة. عصام بالفعل هشام، وانا باش نضم معناها صوتي لصوتك، ولا شمروخ تشعل من جمهور الترجي الرياضي، معناها اللي في العاده تشوف صارت اجتماعات، صارت تحسيس للجماهير، وبالفعل انما ودل هذا على شيء فيدل على الوعي اللي وصل له المجتمع التونسي، اللي الحقيقه الثوره هي في عقلياتنا، هي في اذهاننا، في مخاخنا. ان شاء الله
بدات الامور تتحسن برشا وان شاء الله تكمل على خير في كل المجالات، لانه المجال الرياضي ما هو الا قطعه من قطع المجتمع التونسي. ولذلك اليوم هشام قلت اذا دخلوا السياسه كل الاحزاب كانت ممثلين، الاحزاب اللي تمثل تونس في المجلس التاسيسي واللي ما نجحتش في الانتخابات ما خذتش اصوات الشعب موجوده في استاد رادس. وهذا الشعور بالمفخره بالحق انك تكون في استاد رادس في هذه اللحظات، والله ليس لان تونسي، لكن نحكي بكل واقعيه ومنطقيه وتجرد من العواطف. حقيقه شيء يعمل كيف، شيء يشرف بلادنا، وان شاء الله ان شاء الله تونس ديما تبقى عاليه وتبقى زاهيه. الترجي الرياضي هشام وعندنا صور، ما بعرف اذا وصلتك هذه الصور ام لا، وانه الرئيس الحكومه السيد الباجي قائد سبسي موجود على ارضيه الميدان، ويهنئ السيد حمدي المدب طبعا رئيس الترجي. هذه الصور ما بعرف التكاتف اللي كان توصلني هشام، وهذا اللي قلنا انه المجتمع السياسي وقف مع الترجي الرياضي. عرف حدث تاريخي، انا نقول اليوم فرحه جمهور الترجي، فرحه رئيس الترجي اللي الحقيقه في 2008 يلزم يذكروا الترجيين انه في الجلسه العامه اللي تم انتخابه فيها قال نوعدكم بالشامبيونز ليج 2011، وبالفعل صدق الرجل، وفي 2011 12 نوفمبر حقق التتويج. هذا السيد وزير الشباب والرياضه سليم شاكر، وهذا بونا يعني وزير الاول الان في تونس السيد الباجي قائد السبسي يحضر على تتويج تاريخي للكره التونسيه. الحكومه هذه داخله بقوه وداخله وجهه مبروك علينا يا هشام. ما نعرف شنو رايكم يعني المسؤولين اللي دخلوا بهذا التتويج الافريقي، وننتظر القاب اخرى، والنادي الافريقي سيلتقي المغرب الفاسي. هنا الاجواء في تونس في رادس حقيقه اجواء استثنائيه. تصور انه في الاحياء في باب سويق اللي تعرفها هشام الناس تانت الحيوط احمر واصفر، يعني اول مره نشوف هذا التشبث بهذه الكأس، كأنه عناد لما فات، كأنه إصرار من الرجال اللي تسقط لكن تعرف تقوم من جديد. وهذه طبيعة شعبنا أنا في رأيي. باهي نبعدوا على الأمور هذه، نرجع لأمور التتويج. تكريم طاقم تحكيم من الكوت ديفوار يظهر لي أيضا تحسب لصديقنا طارق بوشماوي نجاح لجنة تحكيم مباريات هذا الموسم. كانت الحقيقة يعني دائما الأخطاء موجودة لكن كانت ممتازة. هذا السيد مجدي شمس الدين وهو السوداني وعضو الاتحاد العربي والافريقي ومراقب المباراة اليوم. هو الوداد الرياضي نحب نعطيه كلمته، ديما التاريخ يعطي كلمه كان للفائز والبطل، لكن نقول الوداد في 6 شهور تقريبا مع 5-6 انتدابات تغيرت صورته تماما. الوداد اللي كمل الرابع والخامس في الدوري المغربي صار وصيف افريقيا. ان شاء الله الواك يرجع، والواك يبقى ديما جمعيه عريقه وجمعيه كبيره عندها دائما امكانيه التتويج قاريا. اليوم الترجي اكتسب من التجربه. هشام عصام، من يمثل الاتحاد الافريقي في هذا التتويج؟ نحن نلاحظ وزير الرياضة التونسي سيد سليم شاكر، رئيس الحكومة التونسية سيد الباجي قائد السبسي، ثم من يمثل الاتحاد الافريقي في غياب عيسى حياته اليوم؟ هو الرجل اللي في الوسط الان يعطي في ميداليه، الرجل اللي في الوسط يعطي في ميداليه الان لسعيد لكحل ياسين لكحل وسعيد فتاح، وهو من السيشيل. هو من السيشيل، هو نائب الرئيس بتاع الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم. شخصيا لم يحضرني اسمه الان لانه الاتحاد الافريقي تكبر ممكن على تونس في منح التاج، فانا الجنسيه هذا من الموريس وخلاص. بالنسبه للترجي الرياضي التونسي البوديوم الان كيف ستكون حفله هذه الجماهير الليله. حقيقه اللقب مهم جدا هشام في عام تاريخي. نذكرك السنه بعد الثوره سبحان الله، يعني كيف مشت الامور، كيف طارت الكينيا، كيف تحققت الاحلام. ربحنا في كره القدم الشان، ربحنا الشامبيونز ليج، ربحنا في الباسكيت اللي عمرنا ما ربحنا بطوله افريقيه، صار عندنا بطوله عالميه في كره البيتونك الحديديه فتيات، وصلنا لميداليات عالميه. والرياضه التونسيه حقيقه في عام المشاكل الماديه الوزاره الحقيقه قصه الاشراف، وهذا السيد سليم شاكر اللي ممكن نقول وجهه مبروك. تعرف في العالم العربي الكل راهو يمنوا بالفعل الحسن والوجه الحسن. فهو الحقيقه هذا ايوب الخالقي نحب نحييه تحيه خاصه. ايوب الخالقي اللي هشام تكتيكيا يظهر لي معاك الكابتن وتشاطرني الراي اثر برشا في حظوظ الوداد، صدق او لا تصدق عزيزي المشاهد، لكن ايوب الخالقي الاصابه نتاعو اثرت برشا. المياغري الحقيقه ما ظهرش غيابه اليوم متالق بونو، لكن العملاق الجناح العصري انا نقول مش ظهير ايوب الخالقي اثر برشا. والدليل انه ايوب الخالقي هشام في قائمه ال10 نوميني لافضل لاعب في افريقيا محليا 2011
هو الوحيد في فريق الوداد، رغم أنا في قناعتي أنه الميغري يستحق الحقيقة يدخل في العشرة النومينية. بالنسبة للترجي بهذا الفوز أنا متأكد أن اللجنة الفنية الآن ستختار بين أحد الجوهرتين، يا دراجي مساكني بيست بلاير افريقيا 2011، وهكا الامبراطور نتاعنا طارق دياب ممكن باش يلتحق به تونسي اخر ولا اقول ترجاوي اخر كافضل لاعب في القاره. هذا فابريس اونداما. ميشيل دوكاستيل ربح الترجي وبكى الترجي عام 2004 في نوفمبر، في نفس الشهر في نفس الايام في اطار كاس تونس 2-0 الهدف التاريخي نتاع زبير السافي في الاكسترا تايم. اليوم معطيات اخرى، يوم ليك يوم عليك، مش كل يوم معاك. الوداد سيعود غدا الوداد للبيضاء يعني في الفضية. الترجي سيسهر الليلة على نخب الذهبية وعلى نخب الوطن، وهذا الوزير الأول الباجي قائد السبسي يعني عاصر أجيال من 56 في الحكومة، حضر الأرجنتين وحضر طارق وتميم وحضر عتوقة، واليوم يحضر على جيل آخر، وأكيد فرحة كبيرة، فرحة الانتصار الرياضي يجسم ويترجم دائما الراحة والاستقرار للبلد، خاصة شعبنا وخاصة بلاد مثل تونس. تعرف هشام كم تتداخل الرياضة بالسياسة، واحنا بعد الثورة نقولوا نحبوها تنفصل، ولكن صدقني لن تنفصل، ستبقى دائما متداخلة. الآن الترجي، إذا الترجي التونسي ياسين بن أحمد دكتور الفريق مجهود للإطار الطبي للإطار الإداري، هذا عم عامر البحري قيدوم الفريق، حضر تقريبا 50 بطولة نتاع الترجي، ربي يعطيه طول العمر. هذا خليل الجبابلي، وانا بفرحة الترجيين الخروبي، ايضا رئيس الترجي حمد المدب، باش يجي الجودوكا بطل المتوسط، ايضا اسكندر حشيشة المرافق في الفريق، ورياض بن نور الحقيقة رئيس فرع كرة القدم اللي بذل من المجهودات الشيء الكبير في 3 سنوات، اعطاه برشا الفريق، كان همزة الوصل بين الإدارة واللاعبين والإطار الفني، ونجح. هنا كل فريق الترجي الرياضي ميدالية للذكرى، تلك الأيام نداولها بين الناس، العام الماضي بكينا للفضة وهذا العام سنبكي للذهب. هكذا هو تاريخ الترجي الرياضي والفرق الكبرى. معز بن شريفية إيكار كاسياس افريقيا 20 سنة، اصغر حارس توج بكاس افريقيا للابطال، اصغر حارس يربح الشامبيونز ليج، مثل ما فعلها إيكار عام 2000 في نهائي ريال مدريد فالنسيا في ساندوني. وجدي بوعزي ساهم في هذا النجاح المولي. الجمهور انتقد اختيارات الإدارة الترجية في انتداب، ولكن ظهر بالكاشف أن المولي ما زال عنده ما يقول. 30 سنة هشام هو أكبر لاعب في فريق الترجي. سامح الدربالي شوف الفرحة، هذا اسكندر حشيشة لاعب المصارعة، وهذا اعتراف الترجي برجاله، اعتراف الترجي بمن يقدم له. هذا جون جاك تيزيه حارس بداية الألفية، اسكندر القصري المدرب المساعد، خالد العياري، يا بنانا 20 سنة بطل افريقيا. ان شاء الله الترجي يحافظ على المجموعة، اذا ينجح الترجي في الحفاظ على المجموعة مستقبل افريقيا سيتكلم احمر واصفر. 20 سنة بنانا، 21 سنة المساكني، 20 سنة بن شريفية، 23 سنة دراجي، انا العربي الماجري، محمد علي بن منصور قلب الاسد القربي، او سيباشي يعرفوا قال له انت قلب الاسد يا قربي. هذا وليد الهشري، وليد الهشري يربح الشامبيونز ليج. هاري الصنفول اغلى هدف، خلاص صفقته في الترجي خلصت اليوم باغلى الاهداف. هذا محمد علي بن سلامه 21 سنه فقط. زين العابدين السويسي، شوبان الترجي من الخنيسي، صفوان بن سالم لياني كينيانك. كتيبة الترجي كتبت مرة أخرى تاريخ الكرة التونسية. هذا هشام اللقب رقم 15 للأندية التونسية. أيضا البوغانمي، يعني كينيانك، هذا كوليبالي، هنا أوسيم النوارة. الأفضلية نتاع الترجي هذا العام أنه خذا دروس من إخفاق العام الماضي. يوسف المساكني هداف الترجي في البطولة، 5 أهداف، موسم كبير ليوسف في الشان ثم شامبيونز ليج. خليل الشمام يربح لقب تاريخي قبل ممكن الرحلة الاحترافية، عمره 24 سنة فقط. خليله سينتقل إلى فريق باكوس فيريرا في الدوري البرتغيزي. هذا مجدي تراوي، أول لاعب تونسي يحقق الشامبيونز ليج مرتين بألوان مختلفة، النجم الساحلي الترجي التونسي. برافو مجدي، برافو مجدي. هذا الكابيتان دراجي، وهذا الكوتش معلول صاحب الثلاثية التاريخية، دوري كأس شامبيونز ليج. ايش حطيت لها يا معلول؟ إذا هذه لحظة التاريخ. بالنور قريب
الرجل الذي كان قريب من المجموعة والفريق. هذا معلول في ديسمبر جاء وبدا بأول ماتش ب5-1، انهزم في زلزال سوسة 5-1. هذا ابن محمد 5-1 في سوسة ضد النجم الساحلي. ولكن العبرة في الخواتيم. الرجل الذي حقق كل الألقاب بطبيعة الحال، سيناريو مؤثر. العائلة تحيي نبيل معلول، ما لم يحققه كلاعب يحققه كمدرب. هو حقق الكان كمدرب وطني مع لومير 2004. هو اليوم شامبيونز ليج. ينجح المدرب الوطني واللي مفرحنا هشام هو الجمهور الرياضي انه الترجي بمعلول هو النادي الافريقي فوز البنزرتي وصلوا لنهاية القارية. الترجي اليوم حقق الذهب، هو الافريقي نتمنى له حظ سعيد كتونسي بطبيعة الحال، سمير الى ذات الالوان الحمراء والبيضاء بالنجمة والهلال ضد المغرب الفاسي، مثل ما يتمنى الاشقاء ان يتداركوا خسارة الشامبيونز بتعويضها بكاس الكاف. 26 فبراير هو الموعد القادم للترجي التونسي. 26 فبراير موعد السوبر كاب لافريقيا هنا في رادس. هل يكون الديربي الحلم ام يكون ضد الماس، ضد المغاربه من جديد؟ رحله تاريخيه هرمنا من اجل هذه اللحظه التاريخيه. قولها يا دراجي، قولها، قولها يا دراجي، قولها، قولها يا دراجي، قولها. كاس افريقيا ترجيه، كاس افريقيا تونسيه. اين التي ذهبت علينا سنين؟ اين التي قالت لنا لا سنين؟ ارفعوها دونوها بعلم اليابان، زينوها. الان باجي قايد سبسي حط الكاس، حط الكاس في يديه وحط الدراجي، والدراجي قالها، والدراجي قالها. الترجي بطلة افريقيا، الترجي الرياضي التونسي شامبيون دافريك، كامبيون دافريكا، كامبيون دي افريكا. الترجي الرياضي التونسي بطل لدوري ابطال افريقيا. 97 الرجاء، 98 السك، 99 الرجاء، 2000 هارتس اوف اوك، 2001 الاهلي، 2002 الزمالك، 2003 نيمبا، 2004 انيمبا، 2005 الاهلي، 2006 النادي الاهلي، 2007 النجم الرياضي الساحلي، 2008 النادي الاهلي، 2009 مازيمبي، 2010 لو تو بويسون مازيمبي، 2011 الترجي التونسي حقق الوعد الذي رسمه وقاله في 2008. هذه كاسي، هذه كاسي، هذه بطولتي، وهي بطولة معشر الترجيين. للتاريخ عنوان اسمه الترجي ليوم 12 نوفمبر، تاريخ اسمه دوري الأبطال، لدوري الأبطال بطل اسمه الترجي الرياضي التونسي، لإفريقيا وسمارها لونين الأصفر والأحمر، ولتاريخ الرجال ألقاب وأجيال. اللقب رقم 50 في تاريخ المكشخة، وعامر البحري فرح وكأنه ابن العشرين. نعم، أولاد الترجي يتفرجون وللمستقبل يعني يستعدون من أجل تحقيق ألقاب أخرى. إن شاء الله لا تكون الأخيرة، وإن شاء الله لا تتوقف أنديتنا التونسية عن هذه التتويجات. أتمنى ألا ينتظر الترجي 17 و18 عام آخر باش يرفع الشامبيونز ليج، وأتمنى منية شخصية وأمنية شوالية بعد أن رفعنا بطولة إفريقيا مع الإتوال ومع الإسبيرانس، يا رب غدا أنقلها مع السياساس وغدا مع النادي الإفريقي. هكذا انتهت، وهكذا انتهت على خير، وهكذا كأس الذكريات مثل 94 علي بن ناجي، الحمروني، حسين القابسي، بالحسن، حكيم نويرة، طارق ثابت، مالي تولي، شكري الواعر دخلوا في الشبكة بعد ثلاثية الزمالك. والتاريخ يعيد نفسه. من قال أن التاريخ لا يتكرر في حواديته وحوادثه؟ الحادثة تتكرر، وأولاد آخرين، جيل آخر دخلوا الشبكة، وحل الشبكة يا درجي. بطولة إفريقيا للترجي. هكذا انهينا بعد المشوار وختامها الثناء بدون يعني مجاملات للطاقم الفني للتلفزيون التونسي لمساندتنا ومساعدتنا الاولاد في الدوحه وكل الستاف تبع الجزيره الرياضيه اللي خطط وانجح هذه المباراه بالنسبه لنا تكون تاريخيه. شكرا لكم، الف مبروك للترجي التونسي، الف مبروك للكره التونسيه، الف مبروك للكره المغاربيه.
وحظ أوفر لوداد الأمة. فاليوم فضة وغدا ذهب يلوك. الآن ذهب معشر الترجيين بكأس أبطال أفريقيا، فالليلة لن تنتهي والفجر لن يصل. الترجيون والترجيات سيحتفلون ويحتفلوا باللقب الغالي 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 هنا في سماء الوطن الغالي. نرجع بالكلمة هشام الخلسي، مبروك لكل الكباتن وهارد لك الكابتن فخر الدين. عندكم فريق صراحة يشرف، والكرة المغربية رجعت من جديد. شكرا ل